اهلا وسهلا بيكم في وصفه جديده. النهارده هنعمل مع بعض احلى تشيز كيك. نبدا في الوصفه على طول. ده قالب مدور جبته، حطيت فيه ورقه زبده ودهنته بحبه زبده كده صغيرين. هجيب معايا كبه وهحط فيها حوالي 200 جرام بسكوت، اي نوع بسكوت بتحبوه. هنضربه في الهاند بلندر او الكبه لحد ما يبقى ناعم خالص زي حبات الرمل كده. هي الوصفه دي هي دي الاصليه اللي بتتحط في الفرن، مش الوصفة اللي هي على البارد وبتتعمل سريعة دي. لا، هي دي الوصفة الأصلية، والطعم اللي احنا بنجيبه من بره من الكافيهات هيعجبكم جدا جدا. ده الشكل بعد ما طحناها. هنجيب بقى الزبدة. انا مساحة هنا حوالي يعني معلقتين زبدة كبار. انزلهم كويس جدا معاهم في الكبة. لو حابين تطحنوهم برا الكبة مفيش مشكلة، حابين تعملوهم معاهم في الكبة عادي. ودي معلقة سكر، ممكن سكر بني او سكر ابيض. انا حطيت سكر بني عشان يبقى ايه زي لون البسكوت، يعني عشان يبقى الشكل موحد. هنضربهم تاني في الكبة حوالي دقيقتين 3 بس لحد ما الزبدة نفسها تتخلط مع البسكوت كويس قوي، وتبقى ايه زي ما قلتلكوا زي حبات الرمل كده، زي حبات الرمل اللي يبقى مندي ده كده. هنجيب بقى الخليط ده كله وهنجيب القالب بتاعنا، والصينيه هنا زي ما قلت لكم لازم تكون بتتفتح عشان تسهل عليكم وانتوا بتشيلوا التشيز كيك منها. هنحطهم فيها وهنبدا بقى نوزعهم بالتساوي. انا عايزاهم يعني يبقوا متساويين جدا، ولازم ندوس عليهم بحيث ان هي تبقى كلها طبقه متساويه وتبقى واحده، عشان لما تيجي تحطي عليها باقي الخليط وتبقى خلاص بقى تشيز كيك في الاخر، تيجي تقطعي تحسي ان مفيش حته عاليه وحته واطيه، تبقى كلها متساوي. انا هنا عملتها بالمعلقه، ممكن تشوفوا ايه اللي عندكم ممكن يساويها وتساويها بيه، بس اهم حاجه تدوسي جامد كده وانتي بتسويها علشان زي ما قلت لك تتماسك كلها في بعضها. ده كان شكلها بعد ما عملتها. زي ما انتم شايفين كده اهي كلها خلاص بقت متساويه والحروف عندي متساويه. هنا بقى هبدا اخدها واشيلها في التلاجة حوالي ربع ساعه لحد ما نجهز بقيه المكونات. هنا هجيب حوالي 10 مكعبات جبنه كيري، هنضربهم كويس قوي بالهاند بلندر، وهننزل معاهم معلقتين جبنه كريمي. اي نوع جبنه كريمي انتي بتحبيه ممكن تجيبيه وتحطيه معاهم. وهنا هننزل بالسكر. السكر ده هيسهل علينا الضرب واحنا بنضربها بالمضرب او بالهاند بلندر. انا عايزاها تاخد القوام اللي هو تبقى كريمي. لازم نضربها كويس قوي قوي قوي، نستمر في الخفق حتى لو خد مننا وقت طويل شويه مش مشكله، على حسب المضرب بتاعكم يعني. بس ده الشكل اللي انا عاوزاه. هنا هبتدي بقى انزل بحوالي يعني 200 جرام كريمة خفق. يعني هي بتبقى العلبة الصغيرة بتاعت الكريمة دي عشان بس المعيار يبقى مظبوط معاكي. ده على القالب الصغير اللي انت شفتوه اللي انا عاملة فيه. وهنا هنزل ببيضتين وهستمر في الخفق برضو. دي الوصفة بقى اللي بقولكوا بتتحط في الفرن، هي دي اللي بتحط فيها البيض، اللي بتتعمل على البارد ما بتحطش فيها بيض. وهنا هنزل بمعلقتين نشا او دقيق الموجود عندك برضو. انا هنا كنت حاطه نشا. وهنزل برضو بعصرة ليمون، هي ليمونة واحدة بس. ممكن كمان نبشر القشر بتاع الليمون معاها، هيبقى جميل جدا. وهنستمر برضو في الخفق طول ما احنا شغالين بنحط حاجات، بنفضل شغالين في الخفق منقفش. وهنا رشة فانيليا هننزل بيها، فانيليا سايلة، الفانيليا اللي هي اللي في الاكياس دي مفيش مشكلة، يعني برضو الموجودة عندك. هنخفق بقى كويس جدا 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 لحد ما تاخد الشكل الكريمي اللي انتوا شايفينه دوت. انا عايزاها تاخد الشكل الكريمي اللي هو لما تيجي تقلبيها كده تحس ان هي متماسكه. بعد كده هنبدا نجيب بقى الصينيه اللي كانت في التلاجة، وهنبدا بقى نوزع عليها الخليط دوت هننزل بيه.
بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. تغطي الصينيه كلها. انا هنا كنت عامله صينيه صغيره زي ما قلت لكم قالب. انتوا طبعا لو هتكبروا الحجم لازم تكبروا تزودوا المكونات، يعني تزودوا في البسكوت، تزودوا في الكريمه بس هو انا شايفه ان ده الحجم المناسب، يعني لو انتوا عددكم صغير ده الحجم المناسب. انا دي اتقطعت معايا حوالي 8 قطع حلوه. هسويه كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهسوي الحروف. وزي ما قلت لكم هنا مهمه جدا حوار ان انت تسويه ده، علشان لما تيجي تطلعيها وتحطي بقى عليها الصوص من فوق الشكل يبقى متوحد، وما تحسيش ان ايه في حته طالعه وحته نازله زي ما قلت لك. وهتشوفوا ده معايا ان شاء الله في اخر الفيديو. ده كده شكلها بعد ما هي بدأت تتساوي خلاص من كل الجوانب. هبدأ بقى هنا اجيب صينيه وهحط فيه. انا طبعا لفيت عليها فويل من بره، القالب لفيت عليه فويل وحطيته في صينيه تانية اكبر، وبدات اجيب ميه سخنه. هغطي بس نص الصينيه ميه سخنه، مش عايزه الميه تطلع لحد الصينيه من فوق، لا لحد نصها. وهنا ايه فكره بقى الميه السخنه في الصينيه؟ التشيز كيك لما بيتحط على النار مره واحده مش هيديكي القوام ولا اللون اللي انت عاوزاه. ده كان شكلها بعد ما طلعت في الفرن. انا سبتها في الفرن حوالي 75 دقيقة على درجة حرارة 180 دقيقة. وده كان الشكل النهائي زي ما انتم شايفين الحروف متساوية ازاي. انا هنا كنت محضرة صوص فراولة وعملته بيها. ممكن بقى عندكم صوص كراميل، اي صوص انتوا تحبوه ممكن تحطوه عليها من فوق. بألف هنا، واستنى بقى اللايك والسبسكرايب. اشوفكم في فيديو جديد.